بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا بكم في قناتكم مصر طبخة مع سماح. بعتذر لكم على التوقف الاسبوع اللي فات عن مشاركة المحتوى، وده عشان والدي توفى. بطلب منكم رجاء شخصي بالدعاء له بالرحمة والمغفرة، وان ربنا يصبرني على فراقه، ولكم المثل ان شاء الله، ولا اراكم مكروه في عزيز لكم. في ناس كتير كانت كتبت ان هي عايزة تعرف تفاصيل عن موتزاريلا فريش وازاي ان هي تشتغل. الموضوع الفيديو النهاردة هنتكلم كل ست بيت حابة ان هي تشتغل من البيت، او لموظفة حابة ان هي تزود دخلها. فكرة الموضوع باختصار ان هو منتجات شركة موتزاريلا فريش. طب ليه المنتجات دي بالذات؟ لان شركة الموتزاريلا فريش مش عندها بس جبن، لا ده عندها جبن وعندها توابل وكل حاجة ممكن نتخيلها موجودة. اللحوم مجمدة عندها كمان الفترة دي، بلح وحاجة رمضان كلها ويميش وكل حاجة موجودة. طبعا بتبقى اسعار الجملة مختلفة عن ان انا لو هشتري قطاعي حاجة لوحدها. لو انا بقى عايزة ان انا اشتغل وان انا اجيب بالجملة وان انا ابيع، في جروب هم عاملينه على التليجرام، هنزل لكم اللينك بتاعه اللي حابب يتواصل معاهم. بس هما ليهم شروط، من الشروط ان الفاتورة بتاعتك ما تقلش في الطلبية الواحدة عن 1500 جنيه. طبعا 1500 جنيه ديت انت هتشتري حاجات كتير، هتنوع. انت لو حابب في الاول تبتدي هتجيب مثلا من كل نوع انواع الجبن الكتير، في بسطرمة، في لحوم مجمدة، في توابل، في عندهم العيش الكريب والعيش الكايزر، كل انواع العيش، الجلاش، السمبوسك، كل حاجة هتلاقيها موجودة. زي ما قلت لكم البلح والتمر والكنافة، كل حاجة انت تتخيلها موجودة. وانت طبعا لما هتخش على اللينك بتاعهم هتشوف كل الحاجات اللي موجودة عندهم. هتقول لهم ان انت حابب ان انت تشتغل بالجملة، هيقولوا لك الاسعار بتاعت الحاجات اللي هي بالجملة هتاخدها. وبعد كده بتتواصل معاهم في رقم برضو للواتس للتواصل، بتتواصل معاهم. بيبقى كل محافظة لها مندوب بتتعامل معاه، كل محافظة لها يوم في الاسبوع، يعني انت حسب المحافظة بتاعتك هم هيقولوا لك انت اليوم بتاعك ايه اللي هتستلم فيه، وهيدوا لك لينك معين ان انت تتواصل معاهم، ورقم معين. وحسب ما انت حابب، انت اول حاجة يعني تشتري حاجة بسيطة كده وتشوف الموضوع هياخد معاك ان انت هتشتغل، ان انت هيمشي معاك الموضوع ولا لا. لو لقيت الموضوع ان انت ماشي بعد كده بتكبر، وطبعا كل ما بتكبر كل ما الفلوس اللي بتدخلك بتبقى احسن، لان طبعا في فرق ما بين القطاعي والجملة عندهم حلو. طبعا حابين ان انتوا تسوقوا المنتج، هتعملوا جروب خاص بيكم ان انتوا تعرضوا المنتجات، وهم على التليجرام بينزلوا ازاي ان انت تعرض الحاجة، بينزلوها بصور، بينزلوا تجارب للناس اللي استخدمت المنتج بتاعهم. بالنسبة للجبن بتاعتهم فهي نوعيتها كويسة جدا، وانا بتعامل فيها بقالي فترة ليا شخصيا، يعني حتى مش ان انا ابيع واشتري وكده، لا بتعامل فيها لان جودتها عالية جدا، سعرها قليل جدا بالنسبة لاسعار الجبن حاليا. انا استخدمت انواع جبن كتير جدا، والانواع ديت معروفة، والاسم بتاعها يعني مشهور. ومع ذلك رجعت الجبنة فريش تاني، لانها بصراحة جودتها عالية جدا، وانتوا هتجربوا بنفسكم وهتشوفوا. ودوت مش اعلان للشركة، دوت علشان رد على الناس اللي حبت ان هي تشتغل في المشروع دوت وطلبت مننا الارقام بتاعتها. فانا حبيت ان انا انزل لكم فيديو لعلكم تستفادوا وتفيدوا بيه غيركم. اللي اتفرج على الفيديو بتاعنا دوت ما ينساش اللايك والشير، اللي يشترك معنا في القناة. المنتجات اللي موجودة في الفيديو دوت كلها منتجات خاصة بيا، انا كنت عاملة جروب على الفيسبوك. لو حابين ان انا اضيفكم تعرفوا معلومات اكتر عن موتزاريلا فريش، ابعتولي بس وقولوا وانا هضيفكم وهتشوفوا المنتجات. زي ما انا قلت لكم هم كمان بيساعدوكم ان انتوا يعني تبيعوا معاهم وتشتغلوا وتستفادوا. يا ريت الفيديو يكون فاتكم، ولكل اللي طلب الرقم هيلاقوه هنا في صندوق الوصف، هكتب لكم كل حاجة خاصة بموتزاريلا فريش، بحيث ان انتوا حابين تتعاملوا معاهم. وكده كده انتوا بتتواصلوا مع المندوب، هو بيوصلكوا لاقرب حد للمحافظة اللي انتوا موجودين فيها. ما تنسوش بقى اللايك والشير والاشتراك في القناة عشان يوصلكم كل جديد معانا، وكل سنة وانتوا طيبين.